تخيلوا أنكم دخلتم المدرسة صباحا، ولكن لا يوجد مدير ولا مدرسون ولا قوانين ولا أحد مسؤول عن تنظيم الطلاب أو حل المشكلات. ماذا سيحدث؟ سأترك لك المجال لتتخيل هذا الوضع. ملخص ما سيحدث هي فوضى ومشكلات لا حدود لها. إذا وجود مجموعة من الناس في مكان واحد لا يكفي لكي يكون هناك نظام، لابد من وجود جهة تدير وتنظم وتطبق القواعد. إذا كانت المدرسة تحتاج إلى إدارة، فهل الدولة تحتاج أيضا إلى سلطة تدير شؤونها؟ أسمع إجابتكم. بالطبع نعم. ما المقصود بالسلطة؟ السلطة هي المؤسسات التي تتولى إدارة شؤون الدولة ووضع القوانين وتنفيذها والفصل في النزاعات وحماية النظام العام، ثم تصدر القوانين. فمن إذن ينفذ القانون؟ من يضع القانون؟ إذا حدث خلاف حول تطبيق القانون، من يحكم ويفصل في هذا الخلاف؟ إذن لنسأل لماذا لا تقوم الدولة بسلطة واحدة؟ هل من الأفضل أن يقوم شخص أو مؤسسة واحدة بكل شيء؟ تخيلوا أن شخصا واحدا يضع القوانين وينفذها وفي الوقت نفسه يحكم على الناس إذا خالفوا هذه القوانين. هل يمكن أن تحدث مشكلة؟ أسمع إجابتكم. بالطبع نعم. إذا لماذا تحدث مشكلة؟ لأن جمع كل هذه الاختصاصات في جهة واحدة يؤدي إلى تركيز السلطة، ولذلك تقوم الدولة الحديثة على توزيع الاختصاصات بين المؤسسات المختلفة. السلطات الثلاثة في مصر هي والتي تشكل الدولة: السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. في النظام المصري توجد ثلاث سلطات رئيسية ولكل منها اختصاصاتها. السلطة التشريعية مهمتها الأساسية التشريع، أي سن القوانين ومناقشة السياسات العامة وممارسة الرقابة وفقا للدستور. إذا لو أردنا وضع قانون جديد، هل نذهب إلى المحكمة؟ لا، هناك مكان يصدر القوانين والسلطة التشريعية. السلطة التنفيذية لدينا الآن قانون. هل يكفي أن يكون هناك قانون مكتوب على الورق؟ لا، نحتاج إلى جهة تقوم بتنفيذ وإدارة شؤون الدولة اليومية، هذه هي السلطة التنفيذية. التعليم والصحة والخدمات والأمن والإدارة العامة كلها تحتاج إلى أجهزة ومؤسسات تنفذ السياسات والقوانين. السلطة القضائية: تخيلوا شخصين اختلفا وكل واحد منهما يقول أنا على حق، من يحسم النزاع؟ بالطبع القضاء. السلطة القضائية تختص بالفصل في المنازعات وإقامة العدالة وفقا للقانون. لماذا لا تقوم دولة حديثة على سلطة واحدة تقوم بكل شيء؟ هذا السؤال الأهم. لأن الدولة تحتاج إلى توزيع الاختصاصات بحيث لا تكون كل وظائف الدولة في يد جهة واحدة. التشريع، السلطة التشريعية تشرع، السلطة التنفيذية تنفذ وتدير، السلطة القضائية تفصل في المنازعات وتطبق أحكام القانون. لكن انتبهوا، هذا لا يعني أن سلطات منفصلة تماما ولا علاقة بينهما. الدولة تعمل من خلال مؤسسات مترابطة لكل منها اختصاصات محددة، وتتعاون وتراقب بعضها وفقا للدستور والقانون. أخيرا، تخيلوا مباراة كرة قدم. هل يمكن أن يكون اللاعب هو الحكم وهو الذي يضع قواعد المباراة وهو الذي يقرر في النهاية من الفائز؟ أسمع إجاباتكم. بالطبع لا. لماذا؟ لأن توزيع الأدوار يجعل النظام أكثر وضوحا ويمنع تركيز كل اختصاص في يد طرف واحد، والدولة أكثر تعقيدا كثير من مباراة كرة القدم، لذلك يحتاج مؤسسات واختصاصات واضحة. إذا السلطة ليست مجرد شخص يحكم الدولة، السلطة مؤسسات واختصاصات تنظم حياة المجتمع وتدير شؤون الدولة. وفي الدولة الحديثة لا يقوم جهاز واحد بكل شيء، بل تتوزع السلطات بين السلطات المختلفة مع وجود علاقة وتعاون ورقابة بينها. هل يكفي أن يكون للدولة شعب وإقليم وسلطة؟ ماذا لو كانت الدولة لا تستطيع أن تتخذ قراراتها بنفسها؟ من يملك القرار النهائي داخل الدولة وخارجها؟ هنا نصل للركن الرابع وهو السيادة.